في البداية محتاج أعتذر على فيديو حرق وشرح فيلم جوكر فولي أدو وفيديو إيه اللي هتفرج عليه في أكتوبر، لأن الفيديوهين خلصانين ولكن الجهاز اللي عليه الفيديوهات باظ، فمحتاجين نمضي قدما ونسيبنا منهم بقى وخلاص. تاني حاجة ممكن تلاحظوا تغيير في جودة الصوت، غالبا تغيير للأسوأ أو معرفش، بس يعني استحملوني معلش اليومين دول لحد ما ربنا يفرجها. المهم يلا نبدأ. احنا شفنا عدد لا نهائي من نسخ لباتمان والمدينة جوثام، بس مسلسل اتش بي او الجديد ذا بينجوين مختلف. مسلسل مشتق من فيلم ذا باتمان بتاع روبرت باتنسون، ولكنه له قصة قائمة بذاتها وقصة مثيرة للاهتمام. لو انت بتحب عالم جوثام والعصابات والشخصيات اللي ليها عمق حقيقي فالمسلسل ده ليك. فتعال نشوف ليه المسلسل ده واحد من افضل مسلسلات الكوميكس اللي اتعملت بشكل عام. اول حاجة لازم نتكلم عنها هي اداء كولين فاريل، ولكن قبلها فهحكي لك قصة المسلسل قصته بعد فيلم ذا باتمان، بعد ما كارمين فالكون مات وابنه البرتو قتله ذا بينجوين، وبعدين بيقابل شاب اسمه فيكتور حاول يسرق عربيته، بس لانه شاف فيه حاجه مميزه قرر ما يقتلهوش وشغله عنده. وفي نفس الوقت صوفيا بنت كارمين واخت البرتو بتخرج من اركام او مستشفى المجانين بتاع جوثام يعني، بتكون شاكه ان المتسبب في اختفاء اخوها هو اوز او ذا بينجوين. ما تقلقش انا ما حرقتش حاجه، كل ده حصل في اول 10 دقائق من الحلقه الاولى مثلا. لو انت من الناس اللي عجبهم شخصيه ذا بينجوين في فيلم ذا باتمان، ف اتش بي او هنا ادوله مساحه اكبر بكتير لاظهار قوته. تحول فارل لشخصيه اوزو والكرابل حاجه خرافيه، لان الفكره مش في الميك اب بس، اللي انت مش هتقدر تعرف ان ده كولين فارل اصلا لما هتشوفه، ولكن الفكره في هو ازاي بيقدر يدخل جوه الشخصيه. فكره اختيار كولين فارل للدور، ولما تشوف كميه الميك اب اللي بيعملها هتقول طب ما كانوا يختاروا اي ممثل يليق على الدور ويعمله وخلاص، بس في الحقيقه هو مثالي للدور ده. فكره ان اوز شخص لا ينتمي لهذا العالم ولكن تم فرضه عليه بالغصب، فاضطر انه يتاقلم معاه. انه اتولد وعاش حياه صعبه سواء ماديا او حتى صحيا، انه اتولد باعاقه في رجله بتخليه ما يمشيش طبيعي. شخصيه ذا بينجوين عنيفه وقويه وفي اوقات كتير كمان بتكون ساحره. فرق خلى الشخصيه اعمق بكتير من اللي انت ممكن تتخيله. حتى النقاد بقوا بيقولوا عليها واحده من افضل الاداءات لشخصيه كوميك بوك في التاريخ، لانها شخصيه سوداويه وفوضويه ودايما تحب انك تتفرج عليها. واتمنى ان الدور ده يجيب له جائزه ايمي، الدور يستاهل ان هو يجيب له جائزه ايمي يعني. ولكن بعيدا عن اداء فارل الخرافي، فمسلسل ذا بينجوين بيدينا واحده من اكتر الكتابات المعقده في اي مسلسل كوميك بوك. طبقات من الخيانه والطموح والقوه في عالم جوثام الاجرامي، فبتحس ان كل حلقه كانها لعبه شطرنج. وجو العائلات المجرمه، وان هو بيوريك مدينه اصلا تحسها مدينه مريضه نفسيا زي جوثام. والميزه ان الكاتب مش بيديلك حاجه بالمعلقه اللي هو كذا وكذا، لا انت بتسال اسئله والمسلسل بيجاوبك عليها باسلس طريقه، على عكس مارفل اللي تحس ان كتاب مسلسلاتهم عباره عن عيال صغيرين. هنا لا، الكتابه متعوب عليها والممثلين عارفين يمثلوا. ده مسلسل انا ما كنتش هتفرج عليه لولا كلام الناس الايجابي عنه. ما كنتش متوقع ان مسلسل مشتق من عالم دي سي يكون حلو بالشكل ده، فده قلم على وش مارفل ومسلسلهم اجاثا اللي بيتعرض حاليا واللي هيكون له فيديو قريب ان شاء الله. زي برضه ما كان ديد بول اند وولفرين قلم على وش دي سي وفيلمهم جوكر فولي ادو. ومن احسن الحاجات اللي المسلسل ده بيظهرها هو العمق اللي بيتضاف لمدينه زي جوثام. بيوريك مدينه متدمره وزباله باكتر طريقه زباله حرفيا. بتشوف ازاي بعد قتل كارمين فالكون عالم الجريمه والسياسه في جوثام بيشتغل. بتحس وهما ماشيين في الشارع ان كل عمارة حواليهم بيحصل جواها جريمة او حاجة خطيرة. بتبتدي تحس ان جوثام اقرب لشخصية معاهم في المسلسل، مش مجرد مدينة بتدور فيها الاحداث. فده بكل تأكيد احسن تصوير لمدينة جوثام، احسن من تصوير نولان ليها واكيد احسن من تصوير زاك سنايدر ليها. والاداءات العظيمه مش بس من كولين فاريل، ولكن الشاب اللي عامل دور فيكتور كمان اداؤه كويس جدا. ولكن كريستان ميليوتي في دور صوفيا فالكون حرفيا يعني بتخطف الاضواء لما بتظهر. اداءها رائع وقوي وظهورها على الشاشه لطيف، يعني انت تحب انك تتفرج عليها. جميله كده وذكيه وتحسها دايما على حافه الجنون. والكيمياء اللي بينها وبين اوزولد بتضيف طبقه جديده للقصه، فنادرا لما بنشوف شخصيه جانبيه بتسرق الكاميرا. بس شخصيه صوفيا كانت فعلا تستحق ان احنا نتكلم عنها. على المستوى البصري فالمسلسل بيشد العين زي ذا باتمان، بس بطريقه المسلسل الخاصه مش مجرد تقليد وخلاص. المسلسل السينماتوجرافي فيه جميله رغم انها سوداويه، دايما بتوريك مدينه جوثام بافضل شكل ممكن يظهر لك قد ايه هي مدينه متدمره. فاهم قصدي؟ وتحس ان كل تفصيله مظبوطه بالملي، من اول الملابس لتصميم كل حاجه في المشهد، فبيغرسوك في جوانب المدينه المظلمه. ففي النهايه ليه مسلسل ذا بينجوين حلو؟ لانه مزيج محترم بين الاداءات الممتازه والقصه العميقه والغوص في مدينه جوثام بكل جوانبها. معرفش ليه المسلسل كان مفكرني ببريكنج باد في مواسمه الاخيره وانا بتفرج. حقيقي ما عنديش سبب. الاتنين فيهم مخدرات وعصابات بس مفيش عوامل تانية يعني. المسلسل ريتد او للكبار فقط يعني، في عريه وبعض المشاهد الجنسيه. فده مش مسلسل بس لمحبين عالم دي سي او الكوميكس، ده مسلسل لاي حد بيحب المسلسلات اللي فيها جريمه ودراما. فصدقني انت لو لسه ما شفتوش لحد دلوقتي فانت بتضيع على نفسك حاجه حلوه قوي. وفي النهاية لو عجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب، ولو شفت المسلسل قول لي رأيك في الكومنتس وبس كده. السلام عليكم.